اهلا بيكم يا بنات، يا رب دايما تكونوا بخير وبأحسن حال يا رب. النهارده الوصفه بتاعتنا سهله قوي، وتقدري ان انت تعمليها كوجبه اساسيه او كالفطار او العشاء او وجبه على الغداء. وجبه خفيفه كده الاولاد هيحبوها وانت كمان هتحبيها. جربيها على طريقتي وان شاء الله هتعجبك وهتعجب اولادك جدا. اول حاجه نبدا بالوصفه بتاعتنا. هتجيبي عدد 2 حبه بطاطس وتبشريهم، تغسليهم وتصفيهم كويس، وعدد قرن فلفل بارد. ولو حابة ان انت تحطي حامي حبي ضيفي عادي زي ما انت حابة، بس انا ما حطيتش حامي عشان ولادي ياكلوا منها. وبيض، عدد برضو بيض زي ما تحبي الكمية معاكي تزودي. وخضرة وشبت وبقدونس. اول حاجة هتضيف البطاطس المبشورة، وهتضيف عليها الخضرة والبقدونس بتوعك والشبت، وتضيفي الفلفل الرومي، وهتضيفي البصلة المبشورة، وتضيفي بقى البهارات بتاعتك. البهارات ان شاء الله تكون معاكي معلقة ملح، معلقة فلفل اسمر عشان زفرة البيض، معلقة كركم، معلقة صغيرة شطة. وهتقلبي كل المكونات مع بعضها كده، وتفضلي ان انتي تقلبي المكونات لحد ما كل الخليط يتجانس مع بعضه كده، وتقدري ان انتي توزعي الخليط كله في بعضه. وصفة جميلة أوي يا بنات، جربوها وإن شاء الله هتعجبكم وهتعجب أولادكم لأنها مفيدة جدا. تقدروا إن انتوا تعملوها وجبة كالعشاء أو على الفطار زي ما تحبي تعمليها. أنا بعملها أحيانا على الغدا أكتر. كده خلاص خلطنا المكونات بالبهارات، بالخضار بتاعنا الجميل بطاطس، وهتضيف البيض وتقلبي كل المكونات كده في بعضها بالبيض. تأكدي ان كل الخليط تجانس مع بعضه. كده خلاص الخليط بتاعنا بقى جاهز يا بنات، ونقدر ان احنا نحطه بقى في صينية. وهتجيبي الصينية القمر بتاعتك دي، وتحطي الخليط كله فيها. ولو انت عند حابة ان انت تحطيها في الفرن من تحت شوية دي فيها، انا ضفتها في الفرن من تحت على الشواية، واديتها وش بسيط كده من الشواية من فوق. طبعا انت طبعا ما تحس ان البيض خلاص استوى معاكي كده، الوجبة كده خلصت معاكي وتقدري ان انت تجهزيها وتاكليها خلاص بألف هنا وشفا على قلوبكم. تجربيها بالطريقة دي وان شاء الله تعجبك. وتضيفي يا بنات على الخليط ده وانت بتقلبي كده معلقتين زيت معاكي. وهتجيبي الصينية بتاعتك برضو تدهنيها معلقة زيت كده. هتبدأ ان انت بقى تحطي، خلاص احنا دهنا الصينية زيت، هتحطي الخليط بتاعك فيها وبألف هنا وشفا. صينية عجة، احلى صينية عجة هتاكليها وهتعجبك لو جربتيها بالطريقة دي من غير اي بودر، من غير اي حاجة او دقيق او حاجة، هي كده بالخضار بس وبالبيض، وبتبقى جميلة ولذيذة جدا. واعمليها لولادك، فيها فوائد كتير. ولو مش بياكلوا الخضار او مش بياكلوا البطاطس ضيفي فيها اي خضار انتي حباه، وبالطريقة دي هتعجبك برضو. وبندهنها من على الوش كده بمعلقة زيت او زبدة، المتاح عندك اعمليه. وبكده يا بنات يكون الفيديو بتاعنا يكون خلص. اتمنى يكون الوصفة عجبتكم والفيديو يكون عجبكم. ولو عجبكم يا بنات متنسوش تعملوا لايك وتعملوا اشتراك لقناتي، وتشيروا كده الفيديو لاصحابكم. وهتاكلوا احلى صينية عجة او هتاكلوها في حياتكم، صينية جميلة ومفيدة. واتمنى يا رب كده اشوفكم دايما على خير، واشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد.